السلام عليكم أعزائي الطلاب. اليوم أشرح لكم كيفية الجواب على قراءة النص وصياغة الفعل الأمر والهمزة في وسط الكلمة. نعم، أقرأ لكم النص كي دخينين وبزانين تيتي دايا ولا مكانيش لخواري سؤالك لخواري جوابك كانيش لنا ونص كي دردين. خرج الأسد والذئب والثعلب يوما للصيد فاصطادوا بقرة وغزالة وأرنبا، فقال الأسد للذئب كيف نقسم هذا الصيد بيننا؟ فقال الذئب للأسد الحص على قدر الجثة، أنت أيها الأسد أكبر جثة فالبقرة لك والثعلب أصغر فالأرنب له وأنا متوسط فالغزالة لي. فغضب الأسد ولطم الذئب لطمه فقعد منها عين الأسد. فالتفت الأسد إلى الثعلب وقال له ما رأيك أيها الثعلب كيف تكون القسمة؟ فقال الثعلب أيها الأسد أنت سيدنا وملكنا فالأرنب فطورك والبقرة غذاؤك والغزالة عشاؤك. فقال الأسد نعم الرأي رأيك ولكن من أين تعلمت هذه الحكمة؟ قال الثعلب تعلمت الحكمة من عين الذئب. السؤال أجب عن الأسئلة الآتية: لماذا خرج الأسد والذئب والثعلب؟ خرجا أو دبين اللسري دربوتي بازلا درتوني شيركو قرقيكو ريويك دكا كدتن راو بكن سيد معنى راو تيان راو كرت تياليكو مامزيكو كرويش كتيان راو كرت شيركا با قرقا كيدا تون دابش كان لنيوان خومان أو كرامان كردي أو يجدريتن بقدراي تستمام بي چي قورة تربي قورة كيدا بو أو كتكتري دبا وأو شي مامناوان دا كبخوي بو مامزا كيدا باتن بلام شيركا لي تورا دبيتنو زلي لي ددو ستاو كاني سبي هالدقرين أو زارا روي دكاتا الريوة كدري أتو تدري أيوش أتو قورة ماني وسرور ماني با هرسي شي دابش دكا لبو يشي عندبتا كرويش كابنا لبوناني بياني دبي سيرك لبوناني نيوارود بي مامزكش لبوناني ايوارد بي أيوش دري بالي رأي منيش رأي وكو رأي خوما بلام لشي أو بندي فير بي أيوش دري لتاوكاني قرقكي. السؤال أجيب عن الأسئلة الآتية: لماذا خرج الأسد والذئب والثعلب للصيد؟ ماذا قال الذئب للأسد؟ قال الحص على قدر الجثة. لماذا لطم الأسد الأرنب؟ لأنه قال الغزالة لي فأنا متوسط جثتي. رابعا قال الأسد للثعلب من أين تعلمت هذه الحكمة؟ فقال الثعلب تعلمت هذه الحكمة من عين الأسد. وكدبين والله مكان لا يسري هل دبجري لامتحان شهر لكورسي كم شاتو لكورسي دو مشهر نص ديتوا نصك خارجي بلام سهلة آسانة لناو نصك والله مكان الدرديني. تبينيش الملاحظة تعبير داخل في الامتحان كيف نحافظ على البيئة والنظافة. لسر أو دبابتي كخوين ديت مالنا بولش تعبير إنشاء لسر أو دبابتي ديتوا يتشان لوانا والله مدديوا. نعم، أشرح لكم فعل الأمر فعل يدل على طلب القيام بعمل معين، وتكون الهمزة همزة وصل مكسورة أو مضمومة في الفعل الثلاثي، ولكن في الفعل الخماسي والسداسي تكون الهمزة همزة وصل مكسورة. فعل أمر كاري داخوازية داود ليدك كارشي بكي كارشي دياري كراوبي. كيف نصوغ الفعل الأمر من فعل الماضي والمضارع؟ أولا لدينا فعل الماضي وقف يقف قف، ساعد يساعد ساعد، تعلم يتعلم تعلم. شرحتها في الشعبة بتفاصيل لبول دا بدريجي باسمان كرديا كهمزة وصل مكسورة تون كسر دبي تون ضم دبي لا سي بي تي دا بلام لا بينزي ششي دبتوا بس كسر دار دبي، وشرحتها في داخل الشعب. إذا كان الحرف الذي يأتي بعد لاصقة المضارع متحركا يصاغ فعل الأمر من الفعل المضارع بحذف لاصقة المضارع من أوله.
یەکەم جار دەکەین فعلێکی مضارع مضارع دەبینین پیتەکانی ئەنەیتو یان ئەلفەیان یا ئەیان نونە یان تا بە سەرەتای وشەکە هەیە لەگەڵ ضەمەی ئەوانە لا دەچن هەمویان کاتەکە فعلی ئەمر دروست دەکەین چ دەمینێتەوە ضەمەکەش دەکەینە سکون ئەگەر هاتوو پیتی دووەمی مضارعەکەی ساکن بوو وەکو یەقیف و لێرانە متحرکە ئەوە هەمزەی وەصلی ناوێ بەڵام ئەگەر حرەکەدار بوو یان ضەمە بوو فەتحە بوو کەسرە بوو ئەو کاتە هەمزەی وەصلی لە بۆ دەینین و باسشم کردیە لە پۆلەی بە درێژی. نأتي إلى الإملاء الهمزة في الوسط سئم سئل جائع بئر رئاسة فئران. إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة مكسورة أو مكسورا ما قبلها كتبت على ياء غير منقوطة. أوان اللي يتمشي همزة كيدا كيان بخوي كسر داريان بيشي كسر دار أجر هاتو بيشي كسر دار بويان بخوي كسر لبنبو أو كاتل السر أو يا أيضا نسين كان نقطين بيوانية. أنجز ما يأتي أعلل شفويا كتابة الهمزة في كل من الكلمات الآتية قمت بحلها في داخل الشعبة وأنتم كتبتموها مثلا سئلت هنا مكسورة رئة هنا مكسورة أيضا بئس هنا ما قبلها مكسورة الباء أحول إلى المفرد وانتبهوا لكتابة الهمزة رؤساء جمع مفرده رئيس آبار بئر مئات مئة فئات فئة وقمنا بحله في داخل الصف وإن شاء الله تستفادون منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.